اللي يشوفه هيقول اكيد اكيد مشتريها من بره، بس انا ده عاملاه في البيت. طريقة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة على الشعرة. لو اتبعتوا الطريقة دي عمره ما هيفشل معكم، هيكون دايب وستيل برضو القرمشة بتاعته الرهيبة. يلا نشوف المقادير. طبعا مقادير السكر، اول حاجة 150 جرام، ممكن تعملوا نص الكمية او تزودوا الكمية. والسمنة 450 جرام، دخلتهم التلاجة حوالي ربع ساعة بالكتير. وثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ومعاهم 3 اكياس فانيليا. وكمان كيلو الا ربع من الدقيق. وفي طبق عميق بنزل السمنة، وكمان السكر، سكر بودر او سكر خشن اي حاجة، بس لو هتستخدموا بودر ياريت نطحنه في البيت. وباخدهم كده بالمضرب الكهربائي واضربهم كويس خالص لحد ما يوصل قوام كريمي بالشكل ده. وبعد كده هنزل البيض بيضة بيضة، كل بيضة انزلها اضربها لحد ما تختفي تماما، وبعد كده انزل اللي بعدها. في البيضة رقم 3 بحط كمان الفانيليا معاها. في البيتي فور ما بحطش اي بيكنج باودر خالص، علشان بس ما يفرش معايا في الفرن. وبنزل الفانيليا مع البيضة التالتة واضربها برضو كويس خالص لحد ما تختفي، وبعد كده هنزل الدقيق. مقادير بتاعتنا النهاردة كيلو الا ربع من الدقيق، 450 جرام من السمنة، و150 جرام سكر، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، و3 اكياس فانيليا. ومع الدقيق بحط كده رشة ملح صغير. انزل بالدقيق شوية بشوية وافضل اقلب لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده انزل بشوية دقيق تاني لحد ما اوصل قوام عجينة طرية بس ما بتلسعش. يعني لما نختبرها بايدنا النظيفة ايدينا ما بتتبهدلش. وبكده هيكون القوام مظبوط ان احنا نستخدمها في الكيس الحلواني. لكن لو هتعملوها بالمكنة بنزودها كده حوالي معلقتين من الدقيق. هنا شايفين القوام بايدي النظيفة حلو خالص. كده تمام ان احنا نستخدمها بالكيس الحلواني. وده شكل البلبلة اللي انا استخدمتها. وعلى طول الصينية مش مدهونة ببدأ اشكل البيتي فور. طبعا مشغلة الفرن على درجة 180. اول ما بخلص اول صينية بدخلها الفرن. طبعا بكون مختبرة البيتي فور واحدة ولا اتنين في صينية صغيرة. لو لقيت البيتي فور خلاص تمام والشكل بتاعه مظبوط وزي الفل على طول بنشكل الصواني. طبعا عايزة اقولكم بالمقادير دي لو مشيتوا عليها خطوة بخطوة، بصوا بأمانة مش هتحتاجوا انكم تختبروهم خالص. بدخل الصينية على الرف اللي في النص 5 دقايق بالكتير، وارفعها على الرف اللي فوق تاخد اللون من فوق. يعني اول ما بتدخلوا البيتي كده بتلاقوا السمنة بدأت تسيح وبيبان على شكل البيتي. فاول ما بتلاقوا البيتي خلاص السمنة بتاعته ساحت، وبعد كده بتلاقوا البيتي بدأ ياخد اللون الطبيعي وتحسوا كده البيتي فوراية بدأت تتماسك، نرفعهم على الرف اللي من فوق ياخدوا اللون بالشكل ده. او لو الفرن بتاعتكم بتشتغل من فوق ومن تحت هيكون احلى واحلى. ما بتاخدش 12 دقيقة بالكتير وبنطلعها. بصوا حاجة كده وهم. اول ما بطلعها بسيبها بس تريح حوالي دقيقتين بس في الصينية وابدأ احركها، علشان لو سيبناها كتير في الصينية هتلصق وهتتكسر معانا احنا وبنطلعها. وهنا شايفين دي الصينية رقم 2. عايزة اقولكم بأمانة الكاميرا ظالمة البيتي اللون بتاعه ذهبي قمر. عايزين كمان تحمروه اكتر من كده شوية برضو بيبقى حلو. انا عن نفسي هنا الفرعون بيحبه محمر، فبعمل له صينية كده ولا بتاع احمرهم له شوية زيادة. شايفين هنا البيتي دايب 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 حاجة كده وهم. بعد ما خلصت كل الكمية هحضر هنا المربى، مربى مشمش ومربى فراولة، وابدأ ألصقها. اخلصهم تلسيق وبعد كده نبدأ نشكلهم. طبعا انا بخلي كده شوية حلوين من غير تلصيق خالص، اسيبهم كده سادة ازاز. مخبيش عليكم نقول خبي، الفرعون بيحبهم كده. انا بعد ما لسقنا الكمية بتاعتي اللي انا عايزاها دي بالفراولة، والجزء التاني ده بالخوخ. خليت شوية كده سادة اوريهم لكم دلوقتي. كمية لا بأس بها. شايفين المقادير بتاعتنا عملت قد ايه؟ كيلو الا ربع دقيق طلع لنا كل القمر ده. وهنا الشوكليت مسيحاهم على بخار مائي وضفت لهم كمان معلقة من الزيت. وابدأ اشكل. بصوا التشكيل دي يعني فننوا براحتكم. انا عملت كده حاجات بسيطة في نفس الوقت هتدينا يعني شكل رهيب. فانتوا بصوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا هنا بحط واحدة انزلها نصها في الشوكليت واحط لها جوز الهند، واحدة احط لها فستق مطحون، واحدة كده انزلها خالص في الشوكليت واحط لها عين الجمل، هحط لها فستق برضو متكسر. بصوا اللي انتوا عايزين. ده بالنسبة للشوكليت البني.
الشوكليت الابيض نفس الحكاية برضو، اللي هسيبه سادة واللي هحط له برضو عين جمل، احط له فستق، بس مش هحط جوز الهند مع الابيض يعني. وبعد كده هعمل شوية بالبيستاشيو، يعني تشكيلة كده بسيطة تنويع يعني، علشان كده ايه يحسوا ان انا مهتمة بيهم وبشكل لهم وبعمل لهم يعني، مع اني بعمل بس هنقول ايه يعني. هنا جبت معلقة من زبدة البيستاشيو وحطيتها على الشوكولات الابيض واقلب واشوف درجة اللون اللي احنا عايزينها. انا اللون ده بالنسبة لي كان حلو خالص، برضو تشكيلة حلوة زي اللي عملناها في الابيض والبني. واسيبهم لحد ما الشوكولات يتماسك خالص، ياخد حوالي تلت ساعة. وبعد كده ان نحطهم في علبة بلاستيك محكمة الغلق، علشان ايه بس ما يلقطوش اي ريحة لحد العيد. وبرضو كمان شوية هحط لهم كده شوية مربى صغننين من فوق، وهحط لهم كده رشة فستق، برضو رشة جوز الهند، على سيكة كده عين الجمل، على يعني تشكيلة. وشوية برضو هسيبهم سادة كده برضو متلزقين بالمربى، بس مش هحط لهم اي حاجة. وده كل البيتي فور اللي انا عملته، طلع لنا كمية ممتازة. عايزة اقولكم بعيدا عن الشكل القمر، الطعم بأمانة قمرين، حاجة كده من ورا العقل. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. بأمانة بأمانة بأمانة، بصوا البيتي فور لو مشيتوا على الوصفة هيطلع معاكم ممتاز. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ولو معلومة واحدة. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.